ببساطة المشروع بتاعنا هو بيتكلم عن الايكو توريزم، فكرة ان احنا ناخد ناس وتروح الاراضي الزراعية وتشارك بقى مع الفلاحين ان هم يعملوا اكتيفيتيز مثلا ويتعلموا حرف جديدة ويقضوا يوم لطيف بعيد عن الدوشة والزحمة والكراودد ارياز اللي احنا موجودين فيها دايما. فانت هتنزل تفصل وتروح اماكن تستمتع، ممكن تروح مثلا موسم حصاد او موسم زراعة. هتبقى بالنسبة لك رحلة وهيبقى يوم فاني بالنسبة لك. بالنسبة للمزارع أو الناس اللي داخل تحت المتوسط، فهو بالنسبة لهم هيكون زي مكسب وحد بيساعده في الشغل بتاعه، وفي نفس الوقت بيحببه وبيعرفه قيمته وقد إيه هو شخص مهم عندنا في المجتمع. إحنا بنتارجت الناس اللي هم مستوى تحت المتوسط، اللي هم عندهم أراضي زراعية ولكن في نفس الوقت مش قادرين على الحياة بشكل كبير. فدول احنا محتاجين ان احنا نساعدهم ونحببهم اكتر في الشغلانه بتاعتهم، وان احنا نساعدهم بحاجات كتيره بنقدمها لهم. كانت الفكره بتاعتنا يعني ما الى ان مجرد فكره، ان انا شفت بس المكان وانا قلت لا، انا يا ريت لو احنا نقدر نعمل عليه تعديل اكتر. بس اللي هو ازاي نعمل تعديل، طب ازاي نقدر نهنط الفكره مثلا نفسها بقى ونعملها بيزنس موديل وكده. لا بصراحه دي كانت اكتر لجرينتش، وهي اللي ساعدتنا فيها، ان احنا كان عندنا سوبرفايزر قعد يقول لنا لا احنا المفروض نعمل كذا ونهنط بالطريقه الفلانيه. طب نبتدي منين، طب نروح ازاي، طب نبدا نجمع الناس ازاي في الاول. بدأ يوعونا ويفتحوا مخنا كده شويه اكتر للحاجات اللي احنا ممكن نقدمها، يعني نقدمها بأني طريقه وبالاسلوب. كان دور جرينتش يعني كان جريت ايفورت صراحه معانا.